السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين نانسي سعيد وكارت أحمر على الفيسبوك أو على قناة اليوتيوب. أتمنى يا رب إن الجميع يكون بخير. النهاردة هنبدأ الحلقة بإعلان الاتحاد الأفريقي رسميا إقامة قرعة الدوري الأفريقي يوم السبت القادم، وذكر كاف على موقعه الرسمي ان القرعه هتكون الساعه 7 مساء. طيب نظام البطوله هيكون ازاي؟ مباريات البطوله هتتلعب على مدار 4 أسابيع، وهتكون مباراه الافتتاح في تنزانيا في 20 أكتوبر القادم، والمباريات في البطوله هتكون بنظام الذهاب والاياب. مباريات نصف النهائي هتكون ما بين 29 أكتوبر لأول شهر نوفمبر المقبل إن شاء الله. أما النهائي هيقام يومي 5 و11 نوفمبر المقبل. بنتمنى طبعا تكون أول نسخة من البطولة من نصيب ممثل مصر النادي الأهلي، النادي الوحيد اللي بيخلي اسم مصر يذكر في المحافل الدولية. كاف ذكر كمان إن النسخة الأولى من البطولة هتكون مقدمة، يعني يبقى في مسابقة أكبر من كده بكتير. دي هتكون في موسم 2024-2025، وهتكون من 24 فريق. هيتم اختيار الفرق الأعلى في التصنيف في أفريقيا. الفرقة في النسخة الأولى مقسمة تصنيف أول وتصنيف تاني، وهيلعب أصحاب التصنيف الأول مع التصنيف التاني في ربع النهائي. طبعا الاهلي في التصنيف الاول، هيليه الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي. اما التصنيف الثاني هيكون مازيمبي الكونغولي وبيتو اتليكو الانجولي، سيمبا التنزاني وانيمبا النيجيري. هنيجي بقى ان شاء الله الاهلي يعني في البطوله ديت ان شاء الله يعني يقدر يحصل على اول لقب للبطوله. الناس يعني مستغربة، طب وليه لا؟ انت معاك مدرب محترم ومجموعة من افضل اللاعبين، بينقصنا بس مهاجم، يعني محتاجين مهاجم قوي، مهاجم سوبر قوي. لكن بالنسبة للمخضرم مارسيل كولر كان مع الكابتن شوبير، كان عامل حلقة مع وكيل كولر ووضح امور كتير كانت غايبة عن جماهير النادي الاهلي. الراجل قال ان كولر شخصية عظيمة بعقلية محترفة، وبيشتغل في النادي الاهلي كأنه صاحب النادي. وقال ان كولر كان جاله عرض بمبلغ مالي كبير جدا من الدوري السعودي، ولكن كولر رفض العرض ده. ويعني رفض العرض ده، الراجل بيقول، الوكيل بيقول ان رفض العرض ده احزنني، لان الفرق كان كبير جدا في الناحية المالية. انا بقول له وماله يا سيدي، يعني لما تحزن او تزعل يومين مش احسن يعني لما نحزن احنا كلنا؟ ما احنا معلش يعني احنا بقالنا 2 سنين مش عارفين نجيب مهاجم، فما بالك يعني لو لا قدر الله يعني كولر مشي ومضطرين ان احنا نجيب مدرب، هنقعد كام سنة؟ فمعلش يعني ما تحزن لك شوية مش هيجرى حاجة. ويا ريت يعني تبعد عن ودان الراجل، الله لا يسيئك يعني مش ناقصه زن، يعني كفايه اللي احنا فيه. المهم كولر اشترى الاهلي، اشترى التاريخ والانجازات، تعامل باحترافيه وما جريش ورا الفلوس زي غيره. الراجل اتكلم كمان عن موضوع المهاجم، وقال ان كولر اتعرض عليه 50 مهاجم، وهو يعني هو عايز واحد بس، هو اختار 3 بحيث انه يسهل الموضوع على الاهلي. يعني ما اختارش واحد بس فيبقى ملزم بيه، لا هو اختار 3 على اساس ان الاهلي يتعاقد مع واحد فيهم. قال ان المهاجم له اولوية كبيرة عند كولر، لكن العقبة الوحيدة هي ان ميزانية النادي اقل من امكانيات المهاجم اللي هو عايزه. طيب هنا هنيجي
وهنرجع للموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده، وهو ان في قصور من جانب ادارة الاهلي، وللأسف مفيش العين الخبيرة اللي تعرف تشوف وتنقي اللاعب اللي يناسب إمكانياتك المالية في المقام الأول، في نفس الوقت يتماشى مع فكر المدرب من حيث الإمكانيات الفنية والبدنية للاعب. الشيء المضحك إنك عارض على المدرب 50 مهاجم، 50 مهاجم المفروض انت وانت بتعرضهم عارف ان انت ده في امكانياتك ان انت تجيب واحد منهم، لكن انت عارض 50 مهاجم ومش هتقدر تجيب منهم مهاجم. طيب انت بتعرضهم على الراجل ليه يعني من الاساس؟ يعني انا عارفه ان امكانياتك الماليه محدوده، وسايب يعني قاره بالكامل، انت عندك يعني افريقيا بالكامل فيها افضل وامهر لاعبين واقوى لاعبين، وكل دوريات العالم بتستعين باللاعبين الافارقه، وانت رايح بتشوف مهاجم وممكن يكون افريقي بس بيلعب في اوروبا. طب بأنهي منطق؟ يعني انا هنا مش بهاجم، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولكن كل ده مضيعه للوقت، وفي الغالب عشان الناس اللي بتسأل، عشان بقى نقفل قصه المهاجم خالص. دلوقتي بقى في 2 سيناريو، والارجح الاهلي هيبدا السيزون من غير مهاجم، والموضوع هيكمل لحد فتره الانتقالات الشتويه اللي في يناير، الا في حاله واحده، ان الاهلي يقدر يخلص سوزا. ورجعنا تاني نقول سوزا لان لسه فيه كلام، والنادي مازال بيحاول يخلص فيه. احنا قلنا الفيديو اللي فات ده يعتبر وقت بيعه، الراجل قدامه 3 شهور ويبقى حر، فده وقت بيعه. فلو في احتماليه ان في حد هيخلص هيبقى سوزا. مفيش سوزا يعني 95% النادي الاهلي هيخش الموسم الجديد من غير مهاجم. طيب نيجي بقى لفقره الرد اللي يعني ايه بتزعل الناس، بس هو رد فعل. من يومين على قناه الزمالك الكابتن خالد الغندور كان مع الكابتن المحترم حماده عبد اللطيف. الغندور بيقول ظلم ان الاهلي ياخد 1.2 مليار حقوق رعايه والزمالك ياخد 400 مليون من رعايه، فين العداله؟ رد عليه الراجل المحترم حماده عبد اللطيف وقال له والله ده طبيعي الاهلي ياخد اكتر، لانه الاكتر تتويجا بالبطولات المحليه والافريقيه، وهو رقم 1 في مصر. فخالد الغندور قال له بس الزمالك بقاله 2 سنين رقم 1، بقاله 2 سنين رقم 1 في مصر. فرد عليه الراجل المحترم قال له ما الاهلي بقاله سنين طويله رقم 1. يعني انت يا اخي بتعمل حوار بتحرج نفسك فيه، قاعد قدامك فرد واحد بتحرج نفسك فيه، يعني انت بتقول الكلام بقى ومنتظر يعني اما هو الشخص الوحيد اللي قدامك بيرد عليك كده، يعني انت كلام مفروض ان انت ما تقولوش اصلا، فاحنا بقى لنا حق الرد فهنرد. يعني يا كابتن خالد، هو موضوع الرعايه ده انت عايز تطالب، يعني انت بتطالب بالمساواه في حقوق الرعايه. طب انت عشان تتساوى في الرعايه لازم يعني يكون في تكافؤ على مستوى التاريخ والبطولات بينك وبين الاهلي، بين الزمالك والاهلي. وانت معلش يعني لا تاريخك ولا بطولاتك على مستوى تاريخ بطولات النادي الاهلي. ولو هو بقى الموضوع كده كان كل نادي في مصر طالب بنفس حقوق الرعايه. هتقولي بس انا نادي شعبي وجماهيري وليا جماهيري العريضه. طب ما هو معلش يعني ما كان بقى كل نادي في مصر شعبي وليه جماهير طالب بنفس حقوق الرعايه. يعني الاتحاد السكندري والمصري والاسماعيلي ما دي ليها جماهير عريضه وليها شعبيه، وغيرهم كتير انديه.
جماهيريه وشعبيه في مصر. مش بيتم المساواه ما بينها وما بين الزمالك مثلا، بلاش الاهلي. ليه؟ مع ان الانديه دي ان جيت لي جد يعني عندها استقرار اكتر من نادي الزمالك. يعني هي بقى اولى ان هي كمان تطلب بان يبقى ليها حقوق رعايه زي الزمالك، مش هنقول زي الاهلي. ما هي لو المواضيع كده، انت الزمالك عنده لا في استقرار ولا في اداره ولا في نادي ولا في، ما فيش، ما بقاش في حاجه اصلا. انت مش شايف كم المشاكل اللي عند الزمالك؟ على الاقل الانديه دي يا عم ما عندهاش كم المشاكل اللي عندك. ده انت حتى بقى يعني انت بقيت في خلافات كبيره مع كل المسؤولين عن الرياضه في مصر بشكل عام. يعني انت حتى لما كان عندك رئيس كان كل همه وشغله الشاغل ان هو يشوه صوره رئيس النادي المنافس، زي ما بتقولوا يعني ان احنا منافس، يعني احنا ما بقيناش منافس، وانه يقلل من نجاحات وانجازات النادي اللي هو النادي الاهلي طبعا. ده غير القناه بتاعتكم اللي ما كانش يعني وراها شغلانه غير الاهلي، يعني ومفيش ادنى اهتمام بازمات ومشاكل الزمالك. دي هي كانت اصلا شغاله عشان الاهلي، يعني المفروض كنا سميناها الاهلي 2. يا كابتن خالد خليك واقعي، يعني لا تاريخك ولا انجازاتك بحجم تاريخ وانجازات الاهلي، ولا حتى انت قريب من النادي الاهلي. انا مش بقلل على فكره والله من نادي الزمالك، لا الزمالك نادي كبير وعظيم وبيجي في المرتبه الثانيه بعد الاهلي على مستوى التاريخ والبطولات، فمن الطبيعي جدا انه يكون بعد الاهلي في حقوق الرعايه. هو رقم 2 في الرعايه لان هو رقم 2 تصنيفا يعتبر من حيث الجماهيريه ومن حيث البطولات، هو رقم 2، فاذا هو برضه هيجي رقم 2 في الرعايه. وبعدين معلش يعني احنا مش بنتكلم، انت هو التاريخ موجود والتاريخ مش بيكذب يعني. فعايز تقارن الزمالك بالاهلي، اشتغل زي الاهلي، خد بطولات زي الاهلي، شارك في كاس عالم زي الاهلي، خد دوري الابطال بنفس عدد بطولات الاهلي، خد الدوري العام وكاس مصر والسوبر المصري والافريقي زي الاهلي، وبعدها تعالى بقى نتكلم ونقارن. النهارده كان في قرعه دور مجموعات دوري ابطال اوروبا 2023 2024. طبعا مانشستر سيتي الانجليزي هو حامل لقب النسخه الاخيره بعد الفوز على انتر الايطالي 1-0 في مباراه النهائي. قرعه النسخه الحاليه اسفرت عن بعض مجموعات نقدر نقول من العيار التقيل جدا جدا جدا، كمان منها المجموعه الاولى وبتضم عملاقي المانيا وانجلترا بايرن ميونخ مانشستر يونايتد. كمان المجموعه الثالثه وبتضم ريال مدريد الاسباني مع بطل ايطاليا نابولي. طيب عايزين نشوف المجموعات دي ازاي. قال لك المجموعه الاولى بايرن ميونخ الالماني مانشستر يونايتد الانجليزي كوبنهاجن الدنماركي وجالاتا سراي التركي. المجموعه الثانيه اشبيليه الاسباني ارسنال الانجليزي اندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي. المجموعه الثالثه نابولي الايطالي ريال مدريد الاسباني سبورتنج براغا البرتغالي ويونيون برلين الالماني. المجموعه الرابعه بنفيكا البرتغالي انتر الايطالي سالزبورغ النمساوي ريال سويسداد الاسباني. المجموعه الخامسه فينورد الهولندي اتلتيكو مدريد الاسباني لاتسيو الايطالي سيلتيك الاسكتلندي. المجموعه السادسه باريس سان جيرمان الفرنسي بروسيا دورتموند الالماني ميلانو الايطالي نيوكاسل يونايتد الانجليزي. والمجموعه السابعه مانشستر سيتي الانجليزي لايبزيغ الالماني النجم الاحمر الصربي ويانج بويز السويسري. وبالخبر ده بينتهي الحلقه بتاعتنا النهارده. نتمنى يا رب
ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، ويشرفني وجودك سواء على صفحتي على الفيسبوك او على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.